الشاعر الكبير أبي مسلم البهلاني وراح إلى أكاديمية سنة لعلوم القرآن الكريم بزنجبار تحديدا لزيارة أعضاء المجلس 6 بالقعدة 1439 موافق 20 يوليو 2018. هذا المكتب الذي ندير من خلاله أعمالنا فيما يتعلق بالقرآن والمساجد والأيتام ومن هم في مصافهم، الجانب الذي تنصرف فيه مسائل الصدقات والزكوات والنذور. فهنا خلفك في هذه اللوحة وراء راسك هنا هذه خارطة الجزيرة الخضراء، وفيها المساجد التي تم بنيانها من قبلنا على توزيع الخارطة في الجزيرة الخضراء. الجدير بالذكر أنه هنا موجودات 14 مسجد، ومسجد اللي بناه الشيخ زاهر البحروقي بعد هنا لم يوضع، والمسجد الذي نبنيه هناك اللي هو رقم 16 بعد أيضا لم يوضع. بمعنى آخر إن بحاجة نحن إلى تجديد هذه تحديثها من جديد لنضع الأخرى وفقا لما تم من جديد. الجزئية الثانية مما نقوم عليه هنا، عندنا مجموعة حدود 40 مدرسة قرآن تحت مظلتنا على شاكلة ما رأيتموه هناك. منهجنا واحد لكل المدارس، هو كتاب أنا أحب لغة القرآن. هذا الكتاب حاضر منه هنا. الكتاب الأول والكتاب الثاني هما اللذين ندرسهما في هذا المشغل تحت مظلة جمعية أكاديمية السماي لعلوم القرآن. معنى كلية السماي للعلوم والصناعة هذا فيما يتعلق بالأمور الأكاديمية المحضة. أما لعلوم القرآن فهذه ذات علاقة أو ذات تماس بما يشغل المجتمع يوميا بعيدا عن الدراسة الأكاديمية، مثل مدارس القرآن، تعليم المعلمين، بناء المساجد والاعتناء بها في حالة الصيانة وغير ذلك، وكذلك مدارس القرآن والأيتام والأرامل ومن في مصافهم. هذا في الجزيرة الخضراء فقط، لم نتوسع إلى خارجها، وكثيرين من سألوني هذا السؤال. لكن عندي منهجية أو فلسفة أنك أنت إذا استطعت أن تشغل حيز محدود وأوجدت فيه الأثر أحسن عن التوزيع والتمزق في الدائرة الواسعة ولا يحدث الأثر لا هنا ولا هناك. على سبيل المثال معنا من طلابنا الذين اشتغلنا عليهم شغل الله تعالى بارك فيه، أصبحوا الآن دعاة ومعلمين في أماكن أخرى نتيجة الشغل المتواصل الذي أنتج عنه ذلك المستوى من المعرفة القادرة على نقل المعرفة إلى مكان آخر وفقا لمنهجية معينة. إذن تعليم القرآن أو تعليم لغة القرآن نشتغل فيها على مسارين: المعلمين والمعلمات أنا أعلمهم مباشر، ولكن الطلاب الذين هم عادوا النسخة الثانية، أنا النسخة الأولى عندي المعلمين، النسخة الثانية هم الطلاب، هؤلاء المعلمون الذين أخذوا حظا وافرا من منهجية أنا أحب لغة القرآن هم يقومون على تعليم طلابهم ونقل المعرفة إليهم. أما الأيتام فعندنا شرائح ثنتين: شريحة هؤلاء متكفل بهم، شخص يقول لك أبغى كفالة يتيم، طيب نحن وفقا للطلبات الموجودة معنا ننسب له يتيم أو يتيمة ويدفع له هو بنظام الشهري أو السنوي، أكثرهم سنوي. نحن معنا نظام اليتيم يفتح حساب في البنك، أمه تفتح هناك، وآخر كل شهر
حتى أحيانا المتعهدين أولئك تصير عندهم أسباب تمنعهم أو يتأخروا، لكن نحن نظامنا ثابت في تحويل الكشوف الشهرية إلى البنك. هذه واحدة. الحالة الثانية إنه شخص يقول لك أنا عندي هذا المبلغ حال الأيتام، عندنا محفظة تسمى محفظة المشاعة، عندنا مجموعة من الأيتام هؤلاء غير متكفل بهم، نعمل دائرة كل حلقة فيها 50 يتيم، هذه الحلقة فيها هذا الشهر الثاني الحلقة الثانية، وهكذا وهكذا إلى أن تعود مرة ثانية الحلقة إلى النقطة التي بدأنا منها. فبالتالي هذا المكتب هو يقوم على ذلك، بالإضافة إلى الزكوات السنوية. في رمضان نستقبل زكوات تصل ما بين 6 إلى 7 آلاف ريال أحيانا، وأيضا بعد عيد الفطر أحيانا الناس تكون تأخروا عن إخراج زكواتهم، وكمثل هذا العام هناك من تأخر يبدو لي، وقبل لا أجي من هناك استلمت حوالي 2000 ريال، هذا تم توزيعها بعد عودتي من بعد عيد الفطر.